العميل اللي عايز يلوز ويت، انت بالنسبه لك ممكن تكون متعود على فكره ان انا اهدي سرعه التريد ميل واستمر في الاداء لفترات طويله، او ان انا اتمرن باوزان خفيفه وتكرارات كتير، ريبيتيشنز كتير. لكن انت لو ركزت في فكره الاكسجين اللي بيدخل جوه جسمك وبتستهلكه بعد انتهاء التمرين، هتلاحظ ان لو انت اتمرنت بشدات عاليه شويه، بس العميل يقدر يتمرن بالشدات ديت سواء سرعه تمرين او مقدار وزن، هتلاحظ ان الشده لما بتزيد كميه الاكسجين اللي المفروض كانت تدخل جوه جسمك وتستهلكها، دخل جزء كويس من الاكسجين ده جوه جسمك، وفي جزء للاسف ما قدرش تدخله جوه جسمك، لان ده بيبقى نسميه عجز اكسجين، اكسجين ديفيسيت. طيب انا كده كده لازم استهلك الاكسجين اللي المفروض كنت استهلكه اثناء التمرين، فاللي بيحصل ايه؟ انك اول ما بتوقف تمرين جسمك بيستهلك كميه اكسجين كان المفروض يستهلكها اثناء التمرين. يبقى عجز الاكسجين هيتعوض بعد التمرين ولا مش هيتعوض؟ هيتعوض. طيب عجز الاكسجين هيبقى كبير شويه لما اتمرن بشده عاليه شويه، وعجز الاكسجين هيبقى قليل لما اتمرن بشده اقل شويه. يبقى انا لو انا عايز اعتمد على كميه الاكسجين اللي تدخل جوه جسمي واستهلكها بعد التمرين وتكون كميه كبيره تساعد في تحسين الميتابوليزم وافقد سعرات حراريه اكتر بعد التمرين مباشره وعلى مدار اليوم، المفروض ازود الشده شويه ولا هديها؟ ازودها، لان انت فهمت ان سرعه التريد ميل لما بتزيد شويه لو العميل يقدر وقادر يتمرن نفس الوقت، عميل بيقدر يتمرن 20 دقيقه على سرعه 5 ويقدر يتمرن 20 دقيقه على سرعه 7، لو انا عايز الوز ويت ما اتعودش على فكره التيمبو الهادي والانتنسيتي الهاديه، زود له السبيد شويه. لو هو يقدر يكمل ال 20 دقيقه هتلاقي معدل استهلاك الاكسجين بعد التمرين او بعد ال 20 دقيقه بسرعه اعلى. هيبقى المعدل ده اكبر ولا اقل؟ هيبقى اكبر، فاستهلاك الاكسجين بعد التمرين هيبقى اعلى وعلى مدار اليوم هيبقى اعلى.